الجاليات المحترمه اللي شرفتنا، المثقفين، الاعلاميين، شباب الجاليه المصريه، كل الرعايا المصريين على الاراضي الروسيه، بنرحب بكم وبنتمنى لكم معانا وقت سعيد جدا في غداء المصريين، لقاء السحاب، لقاء الفراعنه. النهارده بيسعدنا ويسرنا ان احنا نعلن ان احنا النهارده بنحتفل بانشاء اللوبي العربي المصري القوي على الاراضي الروسيه، وان شاء الله نحقق بيه في المستقبل حاجات حلوه كتير احنا عاوزين نوصل لها بيكم ومعاكم. طبعا بنشكر كل الناس اللي ساعدتنا سواء كان ماديا او عينيا، على راسهم طبعا الدكتور محمد حنفي الجبالي رئيس مجلس اداره والمفروسات، اتبرع للحفل دوت بخروفين و100 مشايه من الشركه للناس اللي هم حضروا النهارده معانا حفل الغداء. وبنشكر برضو نجم الحفل وضيف الشرف الفنان المصري والاعلامي القدير الاستاذ اشرف سرحان على تشريفه لنا بالحضور. وطبعا برضو اهدانا من قناه روسيا اليوم بعض الهدايا من تيشيرتات واقلام وفناجين شاي وقهوه واجندات، وبرضه تبرع بمبلغ نقدي لدعم الحفل. نشكر برضه ويسعدني ان انا اتقدم بجزيل الشكر لمجموعه تانوكي وعمده تانوكي ومجموعه شركات الشيخ على الاراضي الروسيه للملابس الجاهزه وخدمات المطاعم، رجل الاعمال المصري المعروف الاستاذ محمد الشيخ. تبرع برضو لينا بالحلويات الشرقيه اللي احنا اكلناها، وتبرع برضو بمبلغ نقدي لينا عشان الحفل دوت يبقى يطلع بمظهر كويس. نسمع تحيه للاستاذ محمد الشيخ. مجموعه تانوكي طبعا معروفه، تانوكي مجموعه مطاعم يابانيه بتعدي يعني 60-70 مطعم، ودي كلها تحت اداره شركات محمد الشيخ. طبعا ما يفوتناش ان احنا نشكر من القلب مجموعة مصر في القلب. مصر في المال. طبعا تحت قيادة رجل الأعمال المصري المعروف الأستاذ هشام السيد. الأستاذ هشام السيد برضه تبرع علينا في الحفل دوت بالفواكه اللي احنا أكلناها ديت، طبعا من عنده شركة الفواكه والتوريدات الغذائية، ونشكره جزيل الشكر على تشريفه لنا بالحضور والسيدة حرمه. يسعنا أن نشكر ونتقدم بجزيل الشكر لمجموعة المصري الروسي تحت رئاسة الأستاذ رامي عادل لبيب أبو كبير. جزيل الشكر على المساهمة الفعالة معانا، وكمان تبرعوا لينا بمبلغ نقدي لدعم الحفل اللي احنا عملناه النهارده. احنا بادئين مع المصري الروسي من زمان، من اول لقاء وكلكم يعني شفتونا وحضرتوا معانا، ثم اللقاء الثاني، ثم المولد والتنوره، ثم الطبليه، ثم انشاء الجاليه المصريه. دي كلها كانت بادئه من ناس ملهاش اي نشاط خالص، هم 5-6 انفار، كنت انا ورامي عادل لبيب منهم، كنا 2 ومعانا 3. خدنا الجاليه المصريه وسلمناها لايد امينه. شيخ الاعلاميين الدكتور مازن عباس الاعلامي القدير، رئيس الجاليه المصريه الرسميه الموقره على الاراضي الروسيه ورئيس قناه العربيه، وهو للاسف كان المفروض يحضر معانا بس اعتذر لزوم السفر للقاهره في مهمه عمل رسميه. احنا دلوقتي عندنا جاليه رسميه بقياده الدكتور مازن عباس، وعندنا اعضاء مجلس اداره كلكم عارفينهم بما فيهم الاستاذ اشرف سرحان وانا والاستاذ رامي والاستاذ اسلام وحيد والاستاذ شريف رزق وناس كتيره بتشاركنا، هشام السيد، محمد بالشيخ وكده يعني. فاحنا ان شاء الله قدام شويه ماشيين والحمل ورانا وشايلينه ولسه مكملين. الجاليه مش هي المطاف، ومش عايزين ناخد حاجه، مش عايزين. انا بتكلم عن نفسي، انا مش عايز اي منصب، انا عاوز يبقى الناس لما تشوف مصري تنحني ليه احتراما ايا كان الجنسيه. إنشاء كيان عربي مصري قوي على الأراضي الروسية يتخطى إلى العالمية، وعلى المناخ
داخل الاراضي المصريه وتحت قبه البرلمان المصري وتحت مجلس الدوما على العاصمه موسكو، ونخش الكرملين ونقعد مع رئيس الدوله ونقعد مع وزير الخارجيه ونشوف مشاكل كل المواطنين والرعايا المصريين والاسر والعائلات واللي عاملين لجوء ديني من الاخوه الاقباط او اللجوء الانساني او اي لجوء، احنا هنبقى هنا لوبي قوي جدا جدا جدا. وكل دوت هينعكس على مصر، على اهلنا بيبعتوا فلوس دولارات عمله صعبه، وعلى الدوله تحت. احنا هنا كلنا مراسلين لمصر، كلنا هنا بنمثل مصر، سفراء للدوله للوطن. احنا معانا مجهود كبير جدا، مش من غيركم احنا ما نسواش بصله. بقولها بملء الفيه، من غير الناس ما فيش في الدنيا دي كلها، الجنه من غير الناس ما تسواش. والناس اللي ما قدرتش تيجي اعتذرت لظروف السفر او لظرف او لاخر، انا بتكلم عن نفسي، انا ما اسواش بصله، لان كلمه بترفع البني ادم وكلمه بتنزله، وكل واحد مننا بيمشي اللي بيتجه للعمل العام ده بيحافظ على الشارع، على التيار الشعبي. ممكن يقول لك مثلا انت راجل وحش او فاشل او انت راجل كويس، فكلمه التيار الشعبي والشعب هي اللي بترفع الجاليه. الجاليه مش نهايه المطاف، الجاليه كانت الاساس اللي احنا بننطلق منها عشان نوصل لاهدافنا تباعا. الجاليه كانت سلمه، كان لازم ندي الجاليه المصريه دي لحد يصومها، لحد اعلامي، لحد مثقف، لحد معروف، لحد ليه سلطه في الدوله، بيتكلم روسي وعاوز يقول روسي، عايش بقاله سنين. كل المواصفات دي احنا اجمعنا عليها بدون اي تشكيك في الاستاذ الدكتور المحترم الطبيب مازن بيه عباس، وقلنا كلنا امين وكلنا وافقنا في تحت لا يعني كان انتخابات شرعيه رسميه موثقه معلنه مشهره. اي جاليه تاني موجوده او رابطه او اي حاجه اهلا وسهلا، بس احنا بنقول في الوقت الحالي ما احنا شايفين غير جاليه واحده اللي هي رابطه المغتربين المصريين، واللي هي الجاليه المصريه برئاسه مازن بيه عباس. لو في حد موجود تاني اهلا وسهلا، يخش لنا يقابلنا يجي يشرفنا، يقف مكاني يعرفنا بنفسه مين هو، ايه نشاطاته، اعضاء مجلس الاداره، اهدافه، المستقبل المطروح، الحيثيات، الفاعليات، النتائج. عايزين نشوف كلام ونتائج، كلام وافعال. النهارده احنا موجودين بنعمل فعل، امر واقع. يقول لك ما تروحش اصل الشرطه هتاخدك هياكلوكم، احنا جايين ننبسط ونفرح. المصري احسن واحد في الدنيا، الفراعنه حضاره 7000 سنه، وبكتب وبقول وهفضل اكتب واقول لحد ما اموت. انا مش عايز اي مناصب، انا عاوز الكيان المصري الموجود على الاراضي الروسيه يبقى اقوى كيان موجود في العالم كله. بيكم اهلا وسهلا بكم. والكلمه الان للاستاذ اشرف سرحان الفنان والاعلامي القدير، ونسمع منه كلمه كده حلوه تطيب قدرنا يعني. وجودك معانا يا فنان اضاف لنا كتير، ويعني احنا الموقره يا ريس. طبعا مفيش كلام بعد الفرحه اللي الواحد شايفها في الجو الاسري الجميل، انما بيحزن الواحد ساعات لما في حد مشاكل في شغل الناس. انا اول شغل عرفت على المصري كان شرفني ده العجالي على القناه، ما كانش في حد اسمه فرحان شغال في القناه. جاي بيقول لي تعرف واحد مصري هنا بيسالني انا؟ قلت له اعرف. قال لي طب في واحد عندكم اسمه اشرف سرحان بيشتغل في القناه كامله من 6 سنين. فقلت له انا عارفه. قال لي طب والنبي كلمه عشان في واحد عندنا ابن ناس شويه ومكسوفه شغاله معايا في الشيشه، فنشغله في شغلانه محترمه. مين ده؟ حكى لي حكايته، طبعا ما عرفش اشغله بس قلت له انا اشرف سرحان. راح حط له شغلانه وماشي. قابلته بعد شويتين عملت ايه في الراجل؟ قال لي ظبطت الدنيا. فهو من يوم ما عرفته لغايه دلوقتي راجل بيخدم المصريين، وانا بجد زاد احترامي له كتير جدا لما عرفت بعض المواقف ممكن انتم شفتوها او عرفتوها هو بيخاف يقول عليها. دي بتسبب له بعض الاحراج مع بعض الناس. فانا بقول له كل الناس اللي عايز يعمل حاجه يعمل، يسيب اي دوشه وراه زي ما هي، مفيش مشاكل، انت هتنجح في يوم من الايام. احنا امبارح كان عندنا خبر كويس جدا ان معهد الطاقه الروسي ادانا 10 منح للجاليه مش للحكومه، للجاليه المصريه. ده مجهود الجاليه المصريه اللي هي الجاليه دي اللي هي بتاعتنا. ده مش لاصحاب الحظوه زي ما حد كان بيسال امبارح يقول مين اصحاب الحظوه اللي هياخدوها. ال10 منح لها قانون بناخدها بيه، ان انت بتكون متعلم لغايه الثانويه العامه من حقك تدخل معهد الطاقه، من حقك تقدم تدخل على الامتحان باللغه الروسيه. عشان كده عملنا اللغه الروسيه.
في بعد كده في الخطوات اللي جايه مش عارف هيكون امتى، هيبقى في حاجه زي معهد تدريب، علشان انت لازم تبقى مواطن بتسدد ضرايب علشان تاخد اقامه. فاحنا بنحاول نعمل الحاجات اللي بتعمل لك الاقامات الرسميه. انا بشكر عزيزي المصري كتير وبحييك، وبحيي كل الشباب الجميل اللي موجود، اللي فرحان، اللي فرحنا كلنا، واللي بقى عزوه. انا كنت الاول لوحدي، وعزيز كان لوحده، وهشام كان لوحده، ومحمد لوحده، دلوقتي بقينا اسره كبيره بيكم، واحنا من غيركم ولا حاجه. المساله مش اعلامي ودكتور وطبيب، المساله مصري. يا ريت الكلمه دي تبقى جوانا كلنا. بشكركم. شكرا للفنان القدير والاعلامي اشرف بيه سرحان. وبرضه لازم اشكر الناس اللي هي ساعدتنا عشان يظهر الحفل ده بمستوى ترضوا عنه. بنشكر الاستاذ احمد عبده اللي عمل لنا الحلويات الشرقيه. الاستاذ احمد عبده بنشكره اللي هو عمل الحلويات الشرقيه. يتفضل نشكره بس كده. الاستاذ احمد متشكرين. وبنشكر الاستاذ عماد موسى اللي هو طبعا مسؤول تنظيم الحفل وجوائز التنظيم. ونشكر الناس اللي طبقت معانا النهارده وساعدتنا. الاستاذ عماد عادل مشكور كتير على الحفله. ونشكر السيده المصريه ماجي كامل. بشكر مراتي لانها برضو كانت بالليل شغاله في المحشي في البيت. احلى حاجه كانت المحشي يا ريس عزيز. بشكر احلى حاجه المحشي الورق بالليل الساعه 4 بتعمل محشي روسيه يعني. لا بصراحه علمناهم يعملوا محشي ولسه. برضو بنشكر الاستاذ احمد بدر واسكندريه واهل اسكندريه وشط اسكندريه على تنظيم الحفل الموسيقي. وبنشكر الاستاذ وائل كمال تنظيمه برضه الحفل والموسيقى. وشكر كبير تحت قياده الاستاذ رامي عادل لبيب. كل مجموعه المصري الروسي كلهم سواء عضو او ادمنستراتور او ادمن او اي حاجه في المجموعه دي. مجموعه راقيه، مجموعه ماشيه معانا من البدايه، من اول ما قلنا يا مسهل يا رب كده. وكنا ب6 7 انفار، كنا 7 8 10 مش فاكر يعني، لما قعدنا في المتحف اللي هو كالامونسكي. فاحنا دلوقتي الحمد لله